ألفية ييجوا. آذار مارس 2011 بكرسي وطاولة وشاشة صغيرة بدأ باسم يوسف نقده السياسي الساخر على موقع يوتيوب، حيث ظهر متهكما على إعلام بلده. طلع دبابة، اضرب طلقة في السماء. هو كان بيطالب إن دبابة تخش الميدان وسط العمارات وتضرب دانة مدفع في الهواء. سرعان ما تلقفته قنوات مصرية، وبإمكانات ضخمة وموهبة عالية أثبت حضوره التلفزيوني، وكانت مادة الارتكاز فيما يقدمه هي محمد مرسي والإخوان المسلمين. محدش فاهم مصطلحاته، ناس مسؤوقة وحارة مزنوقة. غاب البرنامج مع غياب مرسي، وها هو اليوم يعود، فمن سينتقد وماذا سيقول في زمن السيسي؟ يتجاوز الاهتمام بالبرنامج كونه عرضا تلفزيونيا ناجحا، فقد صار أداة قياس لسقف الحريات الذي ينخفض فوق رؤوس المصريين. أبوس إيديك وما تحرقوش المسرح. برأي منتقديه شكل البرنامج منذ انطلاقه رأس حربة في آلة دعائية تقود حملة ضد أول رئيس منتخب في مصر وتياره السياسي، وأنه انغمس في المبالغات والخلط بين النقد والتهجم الشخصي. بتبص تاني؟ بتبص ليه؟ في إيه في أم الساعة؟ وحين تقدم محام من الإخوان المسلمين العام الماضي بدعوى لوقفه لأنه يسيء لموقع رئيس الجمهورية، رفضت المحكمة الإدارية الدعوة. المحكمة نفسها اكتشفت قبل ساعات من عودة البرنامج أنها كانت على خطأ، وظهر لها بعد حظر أنشطة الإخوان أن محاميهم ذو صفة، وأن الرئاسة بعدما خلت من محمد مرسي هي موقع يرمز للدولة لا يجوز الإساءة إليه، وقررت السير بالدعوة. قرار قضائي بمفعول رجعي قد يسكت باسم يوسف، وقد يستمر أو يواصل انتقاد الإخوان لصعوبة الاقتراب من غيرهم. وتبقى خلاصة تجربته أن تكميم الأفواه صار من الماضي في ظل إعلام بديل وفضاء بلا حدود، فعلى الموقع نفسه ظهر باسم آخر في زمن آخر. محمد مرسي شايف الفساد وقاعد يتفرج على الدولة، لكن الحمد لله العسكر جاب لنا رئيس مش معانا في الدولة. أشهر شخصية في مصر يعرف الصغير قبل الكبير. المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية لحد ما يجيبوا رئيس جمهورية.